السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المتابعين. طبعا بنقول لكم خبر جميل لمواطني بوركينا فاسو أينما حلوا وارتحلوا في المملكة العربية السعودية. طبعا أمس كان في اجتماع في مدينة جدة، وكان بقيادة رئيس جالية بوركينا فاسو الأستاذ أبو بكر سافانغو، وكان باستقبال رئيس الجالية المستشار إسماعيل صالح، ونائب رئيس الجالية بمكة المكرمة الأستاذ عبد المعطي محمد أمس في مدينة جدة. طبعا الاجتماع بخصوص تأسيس المجلس الأعلى لجالية بوركينا فاسو. طبعا هذا إن يدل على اهتمام قيادة بوركينا فاسو في المملكة العربية السعودية على المواطن أينما حل وارتحل، بقيادة الجنرال والكابتن إبراهيم تراوري. طبعا رئيس دولة بوركينا فاسو إبراهيم تراوري دائما مهتم بالمواطن أينما حل وارتحل. طبعا أقدم لكم أسماء مندوبين الجالية. الرياض: أبو بكر سواقدجو. مكة المكرمة: عبد المعطي وإنباني. جدة: إسماعيل صالح. المدينة المنورة: يوسف باقابو. طبعا زي ما شفتم أعزائي المتابعين، هؤلاء هم أعضاء المجلس الأعلى بقيادة رئيس المجلس الأعلى أبو بكر سافانغو، والأستاذ المستشار إسماعيل صالح، وعبد المعطي محمد. طبعا الاجتماع ناقشوا فيه مشاكل البوركينابيين في المملكة العربية السعودية. طبعا تأسيس هذا المجلس، مكتب خاص للمجلس الأعلى لجالية بوركينا فاسو هنا في المملكة العربية السعودية، له فوائد كبيرة لمواطن بوركينا فاسو وحل مشاكل مواطن بوركينا فاسو. طبعا أبرز ما فيه طبعا حل خلاف من ينوب في منطقة جدة. طبعا إن شاء الله بإذن الله في حال انتهاء من تأسيس هذا المكتب سيتم الإعلان عن المندوبين والنواب إن شاء الله بإذن الله، وسيتم حل جميع مشاكل البوركينابيين في المملكة العربية السعودية، سواء في الرياض أو في المدينة المنورة بقيادة يوسف باماغو إن شاء الله بإذن الله. وهذه خطوة جدا إيجابية، وهذه خطوة